القعده السابقه اللي صارت يوم 16/2/2026 كانت القعده مال 2026 يعني 16/2 ما كان فيها تفاهم، صارت فيها هاي المعلقات، وان شاء الله هاي الجلسه المباركه هي راح تختم بجلسه الاولى. فاحنا شو نقول؟ عمال يسمعون انهم ناس ما عرفت والحوالي قدامي، هذا الفصل يخص بس جاسم فقط ويصير له تنازل. بس اكو شغله، مصطفى عنده امتحانات مال كليه، خاف ما يقدر، انا كنت احكي شوي ويا الدكتور ويحاول يخلي يعني بالفراغ يروح يتنازل، بس هو هسه عنده امتحانات استاذ كليه كليه هندسه. بالنسبه ما بعد جاسم الساعدي او ايش ما اعرف انا عشانهم، هذا اذا يجي يفصل مثل حاله جاسم ما يداعي الاطراف الثانيه ما يداعون فصل التنازل عدا جاسم فقط. الشروط موجوده، قوانين موجودين، عمال يجيبون فرق قاعده، فهذا الموضوع كان صار هالشكل. الموضوع الفصل يخص جاسم فقط. احنا لا على راسي، واحنا حتى الجهه الثانيه مثل تداعينا، هو يسمع الجهه الثانيه مثل تداعينا تقول لا انت فصلت ما كانت تنازل، انا فصلت جاسم فقط بس التنازل عن جاسم. ولا عنده مداخله اخاف عنده احد يقول بس استيضاح افصل اي عندك واضح استيضاح بسيط. يعني هسه الدكتور باكر راح يتنازل. احنا عندنا امتحانات هو يتنازل يعني زين بس شويه يحاول ان البيك يقدر عنده امتحانات يقول لك مو قدرت امتحاناتهم وان شاء الله اذا انهيت حتى شايف انه تطلع احنا تنازل منتهي منه ويعرف شنو اني لا التنازل منتهي شويه تاكيد الامتحانات بس انا نخاف هسه قبل ما تجون الدكتور موجود غالب مو بغداد. الدكتور بالبصره بالبصره راح معي هناك سنه يعني موجود مو بغداد. فهناك ان شاء الله وانا اتابع الموضوع، بس خاف يصير تاخير حتى لا تعاتبوني، خاف على حساب الامتحان. فان شاء الله التنازل موجود. فزعتك من قبل فزعتك. كلكم كرام طيبين واصحاب جود. هذا الشاعر يقول هو البحر، يوصف الجود والكرم يوصفه بالبحر. يقول هو البحر من أي الجهات أتيته، فالجدو المعروف والجود ساحل. أنتم شوف كلكم جود وكلكم كرم وكلكم شجاعة. هذا ليس إطراء، هذا توضيح. ما نقدر ننكر هاي الأمور اللي دائما متجزه ومتاصله بيكم وتسرب عروقكم. لا والله الكريم انا لا اريد في كلامي هذا ارفع شيء، لان شانكم هو رفيع وعالي. اوالي الكرام البوزيد يسلمون عليكم سلام كثير. شيخ رحيم يسلم عليكم. شيخ ابو فرقاد يسلم عليكم. شيخ جبار شريف يسلم عليكم. وخجلانين من هاي الحاله اللي صارت، ويقولوا احنا هاي الحاله اللي صارت الله شاهد احنا ماقتينها بشكل كبير وما قابلين بها، واحنا نقول كما قال الشاعر اذنبت يا ربي وآلتني ذنوب ما لها ان شاء الله. طيب ساعة ساعة وتفرقوا ان شاء الله كلكم دلس طيب ان شاء الله. ما عليكم زود، الله يحفظكم. الله يسلمك. نقول خوامنا فعلا خوامنا مو يعني كلمة. احنا الجمعان نطيب اثنين وماخذين اثنين منهم. وبالمناسبة قبل فترة كان قاعد ابو سيف بخطوة الجبور مو؟ اي صح. طارق الجبوري ابو البياع طالع قال ابو سيف تاخذ مره من ابو محمد تعرف يا تريد انا لا درعان. بس هي فيها شيء ضحك خالص. شلون تعرفت عليه؟ بال 2016 صار عنده فصل ويا المدرات.
تقولوا تعال حول. سويت السويدية بعد عم محمد سويت السويدية بعد المداخله مال اخوي وابن عمي حمزه المداخله كانت يعني جوهريه. الموضوع احنا ما فصلنا ولا اخذنا حتى حقنا كله. حقنا يعرفون به نعرفه بالقاعده القديمه من 16%، واحنا ما اخذنا حتى حقنا ولا اخذنا حشم ولا اخذنا طيب ولا اخذنا الشيخ هذا اللي يدلكم هذا اللي عليكم هذا الموضوع ان شاء الله. احنا ما كفرنا، احنا العراق ولا عشيره وحده ان شاء الله، ولا عندنا مداوي ولا عندنا تداوي ولا كذب ولا كذا، فاحنا ساهلنا بالموضوع لان عائلته قالوا حيل تعبانه، الخاطر بناته، الخاطر خوامنا الاعزاء، بما انه طرقتوا على سالفه الخاض، انتم خوامنا واليوم الخاض له حصه. في خمس يقال ان احد الخلفاء في العصر العباسي استدعى شعراء مصر، فصادفهم شاعر فقير بيده جرة ذاهبا بها إلى البحر ليملأها، فتبعهم. هذا مضمون القصة، بأنه الإنسان اللي يوصل اللي يقضي حوائج الناس، يقول فتبعهم إلى أن وصلوا إلى دار الخلاف. بعد هذا شاعر فقير وصل ويا الفطاحل اللي يقول بادر الخليفة في الإمعان عليهم، قام يبوع عليهم، ولما نظر إلى ذلك الرجل وإلى ثيابه الرثة قال له من أنت وما حاجتك؟ قال ولما اشتد الرحال إلى بحرك الطامي، البحر الطامي كرم تشاورته الكرم، ولما اشتد الرحال إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي. قالوا املأوا له الجرة ذهبا وفضة. قالوا املأوا له الجرة ذهبا وفضة.